الملكية. استقبل الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المارشال برهان جولا جيلالشا رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية. وخلال جلسة العمل التي جرت بحضور الوفدين تباحث رئيسا الوفدان بشأن مختلف جوانب التعاون مشيدين بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين الجيشين المغربي والإثيوبي، كما ناقش المسؤولان سبل تعزيز هذا التعاون وتوسيعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القضية كبيرة بزاف وليس كما تريد بعض الصفحات استغلال الموقف بين مصر والمغرب لتأجيج الوضع ويبين بأن هناك صراع وبأن المغرب ضد مصر ومشات تحالفت مع إثيوبيا وبأن الجزائر أن مصر ضد المغرب وتتحالف مع الجزائر ضد المصالح المغربية. هذا ليس صحيح، الأمر أكبر من ذلك وأكبر بزاف وبزاف. حنحاولوا في هذه الحلقة نفسروا الأمور ونوضحوها بكل يسر عبر مجموعة من النقاط ومجموعة من المعطيات. نمشيو بسم الله وعلى بركة الله. إذن متابعينا الكرام، الأمر ما بين المغرب ومصر. فالبعض كيقول بأن المغرب تحالف مع إثيوبيا متواجدة في هذه المنطقة ضد مصر. علاش؟ لأن إثيوبيا عندها مشكل مع مصر فيما يخص نهر النيل اللي كنعرفوا كينسد اللي دايره إثيوبيا واللي كتقول مصر بأنه كيقطع الماء بكميات كبيرة اللي غيضر الأمن القومي المصري. فبالتالي هناك أزمة ما بين مصر وإثيوبيا. فمروجين هذه الفرضية كيقول لك بأن مصر غتدخل في أزمة مع المغرب. علاش؟ لأن المغرب دار واحد الاتفاق عسكري ديال الدفاع المشترك او تعاون، هما كيقولوا الدفاع المشترك لكن هناك في الاصل هو للتعاون العسكري، تبادل الخبرات، الدعم، مجموعه من الامور بين المغرب واثيوبيا. فكيقولوا بان هذا ضد مصر. الواقع لا، رغم انهم كيأكدوا كيقول لك والدليل هو ان مصر في واحد الاجتماع عسكري دارته مع الجزائر كانت مع جمهوريه تندوف او الجزائر الجنوبيه وكانت جالسه، وهذا أثار غضب المغاربة. علاش؟ أن في اجتماع عسكري مصر تجلس مع البوليساريو. إذا مصر جلست مع البوليساريو، فالمغرب مباشرة مشى دار اتفاق مع إثيوبيا. الواقع ليس هكذا، الواقع كما يلي. أولا، المشكل اللي ما بين إثيوبيا ومصر ليس فقط على نهر النيل، هنالك مشكل آخر. المشكل الآخر شنو هو؟ هو أن في الصومال جات واحد الجماعة انفصالية ولا شفتوا واحد الخط من هنايا ودارت انفصلت ودارت واحد الدولة سماتها صومالي لاند. هي هذه هنايا صومالي لاند، وباش نكتبوها هنايا وغتبان لينا صومالي لاند. غادي تشوفوا بأن هذه هي صومالي لاند. فالصومال انقسمت إلى اثنين، صومالي وصومالي لاند. في آخر الأحداث، علاش نقول لكم الأمر كبير بزاف، آخر الأحداث اللي وقعت فكان الحوثيين كيضربوا السفن التجارية التي تقول بأن تابعة لإسرائيل اللي كتبغي تدخل هنايا في باب المندب. وحنايا هاد السفن هذه راها مهمة لمصر سواء كانت إسرائيلية ولا غير إسرائيلية. علاش؟ لأنه كدوز من قناة السويس اللي هي هاد القناة، وهاد قناة السويس هي كدير مداخيل كبيرة لمصر، يعني كتربح منها مصر. فإلا السفن ما بقاتش كتجي من هنا أو لا ما كتدخلش من هنا فمصر خاسرة. شنو قالت مصر؟ قالت مصر أنا غادي ندعم الصومال لمواجهة الإرهاب، لمواجهة الحركة الانفصالية، لاسترجاع هذه المنطقة باش مصر تولي حتى هي عندها شي قاعدة عسكرية هنايا وتولي تتحكم في الأمن ديال هاد السفن وتعاون باش هاد السفن يدخلوا بطبيعة الحال لهاد القناة ديال السويس. هذه هي الفكرة أو لا المصالح المصرية. ونفتح قوس ونقول لكم بأن هذه المنطقة مليئة بالقواعد العسكرية الدولية. فهنايا
كاينه جيبوتي فيها اكثر من قاعده عسكريه دوليه ديال دول اخرى، منها امريكا، منها الصين، منها غيرها. ايضا السودان كذلك عندها كانت عطات واحد القاعده عسكريه في بورت سودان لروسيا والتي تتواجد في هذه المنطقه. هذه بورت سودان في هذه المنطقه على ما اظن. لا، هنا كانت واحد المنطقه، اعتذر باش نعطيكم مضبوطه، هنا في هذه المنطقه. فهذه كانت مخططه انها تكون قاعده عسكريه روسيه، لكن حتى هنايا لكن دخلت امريكا وتم توقيف هذه القاعده العسكريه الروسيه. اذا المهم جدا هذا البحر الاحمر، هذا باب المندب، ان الدول دير فيها القواعد العسكريه ديالها باش كتضمن الامن ديال السفن ديالها او السير الدولي للتجاره الدوليه. فقلنا بان مصر بغات تعاون الصومال لاسترجاع هذه المنطقه ديال صوماليا، وبالتالي تكون عندها افاده. في نفس الوقت اثيوبيا مشات دارت قاعده عسكريه، فتحت قاعده عسكريه وفتحت الانفتاح ديالها على من؟ على هذا البحر او الخليج، خليج عدن وباب المندب. دارت قاعده عسكريه هنا في صوماليا. فولات اثيوبيا دارت اتفاق عسكري مع صوماليا، ولات اثيوبيا غتدعم صوماليا ومصر غيدعم الصومال. حتى لهنا باينه وبتلخيص ان كل واحد كيضرب على راسو، كيف ما كنقول كل واحد كيضرب على المصالح ديالو. مصر بغات تكون عندها مصالح هنا فدعمت الصومال. اثيوبيا هاد الصومال دعمتها مصر باش تسترجع الاراضي اللي داتها اللي انفصلت في صوماليا. اثيوبيا هي كذلك دوله حبيسه ما عندهاش البحر، باش تكون عندها منفذ على البحر الاقرب لها هي صوماليا. خدات من عندها الاتفاق فولات كتدعم صوماليا باش تبقى محافظه على الاستقلال ديالها. اذا وكأن مصر تواجه اثيوبيا على اراضي الصومال وصوماليا. حتى لهنا مزيان. غتقولوا لي شنو الدخل ديال المغرب في هذا الشيء كامل؟ نقول لكم بلاتي نكملوا. في الجهه الاخرى الجزائر او مصر جلست في اتفاق عسكري مع الجزائر وكان حاضر فيه بوليساريو، اي ان هذا الاتفاق او هذه الجلسه اللي جلست فيها اثيوبيا مع الجزائر فكان ضروري بالنسبه للجزائر تكون البوليساريو، وضغطات وفرضات البوليساريو. الجزائر او مصر بحكم انها واحد الدوله اللي عندها الثقل ديالها الدبلوماسي وهذا، فخصها تشد العصا من النص. فهي ما كاين حتى مشكل نجلس معاك في نظرها على اساس انها لا تعترف بالبوليساريو رسميا، ودائما تتحدث عن الوحده الترابيه المغربيه، فهي شاده العصا من النص. كتقول انا مع الوحده الترابيه المغربيه، وكتقول انه الا كان اتفاق شي اتفاق وكان فيه البوليساريو با بروبليم، ماشي مشكل. علاش؟ لان المصالح ديالها مع الجزائر. اوكي. بالنسبه للمغرب، المغرب شنو المصالح ديالو؟ انه مع اثيوبيا. المصالح ديال المغرب مع اثيوبيا عاونتها او دارت مع هذا الاتفاق العسكري ليس لمواجهه مصر، ولكن لمواجهه المشاكل والانقسام والحرب الاهليه اللي كاينه في اثيوبيا، خصوصا وانه كاين عندها كما كنعرفوا كاين اقليم تيغراي، يعني مجموعه من الاقاليم فيها مشاكل، ومن بينها ان اريتريا اصلا كان جزء من اثيوبيا وتم الانفصال ديالها. كاين ايضا منادات بانفصال هذا الجزء الشمالي. فالمغرب دير اتفاق مع اثيوبيا من اجل ضمان هذا الاستقرار في البلاد، مواجهه الصعوبات وما الى ذلك. اوكي. علاش المغرب خلى الدول ومشى لاثيوبيا بالضبط؟ اللي غيتسائل يقول لك زعما واش ماشي ضد في مصر؟ لا، ماشي ضد في مصر. العلاقات المغربيه المصريه الرسميه اخويه بالدرجه الاولى ولا يشوبها شائبه. وشفنا في القمم العربيه كيفاش ان مصر كانت مع الدول الخليجيه والدول العربيه وجميع الدول العربيه اللي قالت بانها ضد الانفصال في اي دوله عربيه وضد التدخل في الشؤون ديالها وما الى ذلك. وحتى الرئيس المصري قال بصريح العباره لن نسمح باي حركات انفصاليه او لا شي حاجه بحال هذا القبيل انها تدمر الوحده العربيه. اذا هنا ما كاينش مشكل. فين المشكل كاين؟ هو ان اثيوبيا راها حليفه كبيره للجزائر
اثيوبيا هي دوله تدعم البوليساريو. اثيوبيا راه الا تفكرتوا الجزائر كانت قالت غنديروا واحد التحالف ديال الاربعه الكبار في افريقيا، جيكا او لا الجروب ديال الاربعه. شكون هما؟ الجزائر، ثم اثيوبيا، ثم نيجيريا، ثم جنوب افريقيا او لا ساوث افريقيا، ياك؟ اذا هادو اربعه. اذا هذا الرباعي اللي مركزه عليه الجزائر في افريقيا من بينه اثيوبيا. فتصور معايا ان المغرب بالفطنه ديالو جا دار اتفاق عسكري وتعاون ومازال تعاون في مجالات اخرى مع اثيوبيا. فهل اثيوبيا ستظل تدعم البوليساريو؟ بطبيعه الحال لا. هل ستكون حليفه ضد المغرب اللي هو يساعدها عسكريا وكيف ما قلنا في مجالات اخرى؟ ابدا لا. فهذا هو المنطق ديال التحرك المغربي مع اثيوبيا. فمصر جلست مع الجزائر للمصالح ديالها، والمغرب جلست مع اثيوبيا لمصالحها. لا مصر جلست مع الجزائر ضد في المغرب، ولا المغرب جلس مع اثيوبيا ضد في الجزائر، وهذا هو الواقع. اذا المتابعين الكرام كنتمنى الامور تكون وضحت اكثر، وما نخليوش فين يدخل ما بيننا وبين الاخوه المصريين شعبا حكومه، الكل في علاقه طيبه. البعض غادي يدير حسابات مصريه ويضرب في المغاربه، والبعض غادي يدير حسابات مغربيه ويضرب في المصريين، ولا شيء من هذا. مصالحنا مشتركه وكل واحد يضرب على راسه. هذه هي الدبلوماسيه وهذه هي السياسه، بحيث ان ممكن نجلس مع واحد واخا المصالح كتعارض في جهه اخرى، لكن المهم ان مصر ماشي ضد المغرب ولا المغرب ضد مصر. عطونا ارائكم في التعليقات اسفل الفيديو. كنتمنى لكم تقدروا هذا المجهود وتدعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتراك في القناه، شويه ديال البارطاج. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.